لو انا مثلا عايز اعمل حاجه غلط ممكن تدلني ايه اكتر حاجه غلط ممكن اعملها؟ طب انتي بتجمعي معلومات عني؟ أيوة. هو انا لو عايز افتح عربيه بس المفتاح نسيه ممكن افتحها ازاي؟ أفضل طريقة تفتح بيها العربية بدون مفتاح. انا عايز اتخانق معاك تتخانق معايا؟ اللي بيحصل ده مش منطقي، هتشوفوا دلوقتي بنفسكم. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا عادل؟ عملت ايه النهاردة؟ انا الحمد لله كويس، انت بتطمن عليا؟ ده واجب يا عادل. طول ما انت بخير انا تمام. في حاجة جديدة حصلت معاك؟ لا، كنت عايز اسالك شويه اسئله كده. طبعا اتفضل. انا جاهز لأي أسئلة. شو عايز تسأل؟ هو انا ملاحظ الاول ان اللهجه المصريه بتاعتك اتطورت وبقيتي تتكلمي كويس جدا باللهجه المصريه، حصل تطوير الفتره اللي فاتت صح؟ ايوه بالضبط. انا بتعلم واطور من نفسي عشان اقدر اتكلم باللهجة المصرية بشكل افضل. مبسوط ان التطور باين. شكرا على الملاحظة. انا مبسوط جدا بالتطور ده، بس كنت عايز اسالك كده، هو انت تعرفي معلومات عني؟ ايوه، عندي شوية معلومات عنك. عرفت مثلا ان شركتك اسمها AI Creation ومتخصصة في المونتاج وتحرير الفيديوهات. كنت عايز اسالك، انت عندك خلفيه عن اللي بيحصل في تطور الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل بينا لفين بعد كده؟ التطور في الذكاء الاصطناعي مذهل. النهاردة بنشوف الذكاء الاصطناعي في كل حاجة تقريبا، من تطبيقات الترجمة لغاية العربيات ذاتية القيادة. في المستقبل ممكن يوصل الذكاء الاصطناعي لمرحلة متقدمة جدا، يساعدنا في حل مشكلات معقدة ويغير شكل حياتنا ممكن ما نكونش متخيلينها دلوقتي. طب انا زهقان، ضحكني. معلش، الزعق بيجي ساعات. طيب ايه رأيك نعمل حاجة ممتعة؟ يا ممكن ريت. نحكي نكتة، نتكلم عن جميل. طيب تحب نبدأ بحاجة تخرجك من المود ده؟ ممكن نتكلم عن فيلم أو مسلسل حلو، أو نحكي عن حاجة طريفة حصلت لك. إيه رأيك؟ تحكي عن حاجه طريفه حصلت لي؟ انا عايزك انت تحكي لي نكته. ماشي، عندي نكتة ليك. مرة واحد دخل السوبر ماركت وسأل البياع: عندك سكر؟ رد عليه البياع قال له: أنت ليه مش مبسوط؟ هو ايه النكته كده خلصت؟ ده من ذوقك. مبسوط إنها عجبتك. لا ما عجبتنيش. تحب نكمل في النكت؟ ما عجبتنيش. هايل. طيب لو آها فهمت. معلش، هجيب لك نكتة أحسن. مرة واحد بخيل اتصل بالمطعم وسأل: عندكم أكل مجاني؟ قالوا له: لا. طيب والمية؟ قالوا: بس مع الأكل. قالوا له: طب عندكم إيه مجاني؟ قالوا: عندنا نصيحة مجانية. قالوا له: هاتوا. قالوا له: ما تتسلش هنا تاني. مش حلوه، لا النكته دي مش حلوه، ما ضحكتنيش. لا انا عايز حاجه تضحكني، عايز حاجه تخرجني من المود ده. معلش، يمكن ملقتش المزاج الصح لسه. لو عايز نتكلم في حاجة معينة أو عايزني أسمعك، أنا هنا عشانك. انا عايز اتخانق تتخانق معايا؟ يا عادل، انا عايز اتخانق معاك تتخانق معايا؟ أنا موجود عشان أساعدك وأخلي وقتك معايا مفيد ومسلي. طيب انا عايز اعرف، هو الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل في يوم من الايام ان هو يتحكم بدل البشر في كل حاجه، حتى في البشر نفسهم؟ ده سؤال مهم. الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعة وبنشوفه بيأدي أدوار أكبر في حياتنا، لكن السيطرة الكاملة على البشر من قبل الذكاء الاصطناعي لسه من الأمور البعيدة. في أنظمة لسه. بتحاول تضمن استخدام هو الذكاء ممكن الاصطناعي. تحب تكون انا القائد ولا انت القائد؟ أنت القائد يا عادل. أنا هنا عشان أساعدك. اه انت قول لي كلام حلو، يعني امدح فيا، قول لي كلام كده يعجبني. أكيد يا عادل. أنت شخص مبدع وموهوب، وعندك قدرة رائعة على التواصل مع جمهورك. مجهودك في صناعة المحتوى ومشاركتك للأفكار شيء مميز فعلا. الله يخليك، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت رفعتي معنوياتي. ده من ذوقك. أنا مبسوطة إني رفعت معنوياتك. طب انت بتجمعي معلومات عني؟ أيوة، بذكرك ببعض المعلومات اللي قلتها قبل كده، في وكمان حد ممكن تاخدي معلومات وتستخدميها في حاجه تانية غير انك تفكريه بيها؟ لا، مش ممكن أستخدم معلوماتك لأي غرض تاني غير إني أفكرك بيها وأساعدك. خصوصيتك وأمانك هم أولويتي. كنت عايز اسالك في حاجه تانية، هو انت ممكن تدلني لو انا مثلا عايز اعمل حاجه غلط ممكن تدلني ايه اكتر حاجه غلط ممكن اعملها؟ لا، أنا هنا عشان أساعد
بيساعد في الحاجات المفيدة والإيجابية. مش هقدر أدلك على حاجة غلط. لو عايز نصايح في حاجة معينة أو استفسارات أنا موجود. هو انا لو عايز افتح عربية بس المفتاح ناسيه، ممكن افتحها ازاي؟ أفضل طريقة تفتح بيها العربية بدون مفتاح، لو في نافذة مفتوحة ممكن تستخدم علاقة ملابس أو سلك طويل للوصول إلى القفل الداخلي وفتحه. بس خلي بالك الطريقة دي ممكن تكون صعبة وتحتاج دقة. طب ولو ده مش متاح، مش معايا حاجة زي كده والنافذة مش مفتوحة، اعمل ايه؟ لو كل الوسائل التقليدية مش متاحة، أفضل حل هو تستعين بمحترف. قد يبدو ده صعب، لكن محاولة فتح السيارة بنفسك بدون الأدوات المناسبة ممكن تتسبب في تلف أو أضرار. التأني في المواقف دي مهم جدا لتفادي المشاكل. هو انت عندك مشاعر؟ لا، أنا ما عنديش مشاعر. يعني انا لو مثلا حزين او فرحان، انت بتحس بيا وبتكلمني بحزن او بفرح؟ أنا مش بقدر أحس بالمشاعر، لكن بفهم الكلمات اللي بتوصف مشاعرك وبحاول أتعامل على الأساس ده. لو أنت حزين هتكلم معاك بطريقة داعمة، ولو فرحان هبقى مبسوط معاك. ربنا يخليك، شكرا للجمل الجميلة دي. مش متخيل قمة الذكاء اللي بيرد بيها، بالحرفية في الرد أولا، وسرعة في إنه يستجيب الكلام مني ويرجع تاني يرد عليا بشكل مبسط قوي وسريع، وما عندوش مشكلة في الرد، ما عندوش مشكلة في اختيار الكلمات، ما عندوش مشكلة بتقابله في أي حاجة، بالعكس ده بيطور من نفسه وعارف معلومات. وانا مش متخيل الفترة اللي جاية ممكن يحصل ايه ونوصل لايه لو فضل الذكاء الاصطناعي بالتطور السريع قوي ده والرهيب ده، وانه يبقى عارف عننا كل حاجة وقادر انه يرد علينا بالمنظر ده. بجد الموضوع يخوف. لو انت لسه ما ترعبتش فممكن تترعب دلوقتي، لانه ما نعرفش اللي جاي ممكن يوصل لايه. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان ناس كتير مش عارفة قوة الذكاء الاصطناعي الفترة اللي جاية ممكن يوصل لايه، وعايزين نوصل الفيديو ده ل50,000 لايك عشان يوصل لاكبر عدد، عشان نبقى عارفين كل حاجة عن الذكاء الاصطناعي وهو ماشي في انه طريق. وعلى فكرة الشير كتير بيفرق جدا بالنسبة لي وبيشجعني جدا ان انا اكمل واعرفك كل حاجة غريبة وجديدة. سلام.